ببساطة القلق والتشتت سببه الخوف من المستقبل، دايمًا خايف ما اوصلش، خايف ما انجحش، خايف ما اجيبش المجموع الفلاني، خايف ما ادخلش الكلية الفلانية. من أول ما الجدول نزل وأنت حسيت بقبضة كده في قلبك وصياح من ساعتها وتوتر، في حين أنت لسه قدامك لحد شهر 6. وهنا نحس إن المواقف الإيمانية مريحة جدًا وفيها حل لكل أنواع المشاكل، بعيدًا عن كل الكلام الفلسفي. فأنت تعقلها وتتوكل، وبعد كده فوّض الأمر لله. وده مش معناه إن أنت تتساهل أبدًا، لإن ده تواكل وليس توكل. لأ، اعمل اللي عليك لإن التوفيق مش بتاعك، ده من عند ربنا. أنت بس مطلوب إنك تعمل اللي عليك وتسعى للنهاية، وكمان تفوّض أمرك لله، لإن أهل التفويض دايمًا في حالة راحة دائمة. يعني أهل التعب زي الناس اللي شاغلة بالها بالهم والحقد، وده بيذاكر أكتر، ده عنده ناس تساعده أكتر، ده عنده فلوس أكتر، ده مش في عيلته أول سنة ثانوية عامة زيي، ده ما حصلوش ظروف زيي، ده بادئ من بدري وأنا بدأت متأخر شوية. إذا بس أؤمنت بحاجة واحدة، جملة لعله خير، انتهى كل القلق. إذا بس أؤمنت بجملة واحدة، انتهى كل القلق اللي جواك، جملة لعله خير. لعله خير إن أنا بدأت متأخر، لعله خير إن أنا أول واحد في ثانوية عامة في عيلتي، لعله خير إن حصل لي كذا وكذا وظروف كذا وكذا. لعله خير. خليك دايما مفوض أمرك لله ومردد كلمة لعله خير. تعلم إنك تكون إنسان مش داخله أي ضغينة، إنسان مسالم. فلو في أي علاقات في حياتك سامة أو أي مشكلة أو أي حاجة، افتكر والعافين عن الناس، القادمين الغيظ والعافين عن الناس، والعافين عن الناس أحسن وأفضل. أصل خليك متفق إن الموقف اللي أنت فيه يعني كده كده هيعدي، أيًا كان المرحلة اللي أنت فيها كده هتعدي. هتضايق نفسك علشان إيه بقى؟ ما هي كده هتعدي زي ما كل حاجة بتعدي. فخليك ورا مستقبلك أحسن، وخلي عندك نظرة إيجابية لأي موضوع في حياتك. أهل العفو في أقصى درجة من الصفاء والسلام الداخلي، تحسها كده بوابة للراحة وبوابة السلام النفسي. فاعفو عن أي حاجة في حياتك مقابل بس حلمك وهدفك ومستقبلك. الخلاصة كون على النهج ده، اجتهد واسعى بجد واحمد ربنا على كل يوم اداهولك، ادالك فرصة جديدة انك تبدأ من جديد. وافتكر كلام ربنا سبحانه وتعالى وفي حديث القدس بيقول: يا ابن آدم إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك لأسلطن عليك الدنيا ترقد فيها رقد الوحوش في البرية ثم لا يكون لك إلا ما قسمته إليك. احمد ربنا على اليوم اللي اداهولك وعلى الفرصة اللي اداها لك، عشان فعلا تحس انك مرتاح وقلبك مرتاح وبدنك مرتاح، وكمان هتكون عند ربنا محمود. واليوم اللي انت هتقعد تغضب بقى فيه وتقلق وتتوتر والدنيا وهتقعد بقى هتكون غضبان على كل حاجة حواليك، مش هيكون لك اي حاجة غير برضو اللي ربنا اداهولك. فخليك راضي واحمد ربنا فعلا. انا عارفة ان الكلام ممكن يكون سهل، ولكن يا جماعة ده مش اي كلام، بجد الكلام كله طالع من قلبي فعلا. الاختيار الوقت ده هو اختيارك انت، والقرار فعلا قرارك انت. اما تختار انك تفضل قلقان ومتوتر وعايش في دوامة ملهاش اول من اخر. وعلى فكرة خد بالك، انت بس مش بتخسر حلمك، انت بتخسر صحتك كمان على حساب القلق، وبتخسر عمرك على حساب القلق والتوتر والخوف. لا تخاف ولا تقلق، وفي نفس الوقت اسعى فعلا ورا حلمك. حلمك وهدفك عمره في حياته ما يتحقق الا لما تكون انسان هادي وراضي وتبتعد عن التشويش. لازم تبتعد عن اي حاجه بتشغلك في دماغك، او اي حاجه بتشغلك لازم تبتعد عنها تماما، وتكون رايق جدا. انا فاهمه بجد ان الموضوع ممكن يكون موتر شويه، لكن انت اذا فكرت فيها ان المذاكره دي هي الطريق الوحيد اللي بيخليك توصل لحاجه انت عاوزها من زمان، انت فعلا هتسعى عشان تعمل كده. القرار دلوقتي بجد قراركم. يا اما تفضلوا عايشين في القلق وفي الخوف وتخلوا الايام كل ما هي بتعدي كل ما انتوا تبعدوا عن حلمكم اكتر، يا اما تواجه نفسك وفعلا تجتهد وتكون راضي عن حياتك وراضي تستغل الوقت المتبقي ليك، انك فعلا تقدر تعمل حاجات كتير وتخلي الايام تعدي وانت كل يوم بتقرب من حلمك اكتر واكتر، وكل يوم طاقتك بتزيد عشان حاجه واحده بس، هو حلمك وهدفك. قرار دلوقتي قراركم، واللي انتوا عايزين اعملوه. بس بجد صدقوني ما تضيعش عمركم لا في قلق ولا في خوف. دايما 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 في امل. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى فعلا تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناه وتسيبوا لنا كومنت، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، وتكونوا في احسن حال. باي باي.